السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله جايبه لكم فيديو حلو جدا، وباين طبعا من شكل الفيديو من البدايه كده. هنعمل مع بعض النهارده السمان المشوي. هنعمله بطريقه بسيطه جدا، وكمان الحشوه بتاعته حلوه جدا وموجوده عندك في البيت، والتتبيله نفسها بتاعت السمان مميزه جدا. تعالوا نشوف. هنبدا مع بعض كده الفيديو بتاعنا وهنشوي السمان اللذيذ ده ازاي. هنقول بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا جايبه السمان حوالي 5 وحدات. وطبعا زي ما احنا عارفين ان السمان سعره رخيص جدا عن الحمام وعن الفراخ وعن اللحمة كمان. يعني هتأكلي البيت كله، وهتوفري كمان في الميزانية بتاعتك. زي ما انت شايفة كده، طبعا غسلناه غسلة كويسة جدا بالملح والخل والليمون وشوية دقيق كده علشان ما يكونش فيه اي زفارة. تعالي بقى نحضر التتبيلة بتاعته. عندي معلقة كبيرة كده من الصلصة البيوريه، وكمان البهارات بتاعتي عندي ملح فلفل كمون حبان مطلعه منه الفصوص بس بتاعته، ومش عايزة القشرة الخارجية دي. وكمان عندي توم وبصل بودر، ونص معلقة قرفة، ونص معلقة زنجبيل، وعليهم بقى معلقة كبيرة من دبس الرمان كده، كانت اخر معلقة في الازازة، ومعلقتين من زيت الطعام او زيت الزيتون. وكمان بقى ما تنسيش التركه الحلوه دي، يعني جايبه معلقه كبيره كده من الزبده البلدي، هتبقى طعمها حلو قوي في التتبيله بتاعه السمان. وقلبي بقى كل المكونات دي مع بعض كده، وما تنسيش معلقتين كده من الخل، هنزلهم على التتبيله. وظبطي طبعا الملح بتاعك كويس جدا، وقلبي بقى التتبيله كويس قوي كده، وبعد كده ابدأي ان انتي تبلي بيها السمان. ودلوقتي هنبدأ ان احنا نتبل السمان بتاعنا. امسكي السمانة كده، وابدأي ان انتي دخلي التتبيلة من جوه ومن بره، ودعكيها كويس قوي بالتتبيلة لحد ما تحسي ان هي اتشربت كويس جدا التتبيلة اللي انتي عاملاها. وطبعا زي ما احنا عارفين ان اي فراخ او حمام مثلا، او السمانه هو اللي احنا بنتبله. اي لحوم بنتبلها يعني يستحسن ان احنا نسيبها في التلاجة حوالي ساعتين كده علشان تتشرب كويس جدا من التتبيله. طبعا هخلص كل الكميه اللي عندي وهركنها في التلاجة كده ساعتين. تعالوا بقى نبدا نعمل الخلطه اللي احنا هنحشي بيها السمان. عندي معلقه من الزبده البلدي، احطها كده على النار، وهبدا ان انا يا دوبك اسيحها. وهننزل عليها ببصلايه كده متقطعه، يعني مش صغير قوي ومش كبير قوي، انا بحب البصل يكون متوسط كده. يا دوبك كده يتشوح البصل معايا، ونحط عليهم برضو فلفل الوان لو متوفر عندك، مفيش ممكن فلفل اخضر، مفيش اي مشكله. حطي الفلفل كده على البصل. طبعا الفلفل الالوان من ميزاته ان هو بيسكر لي الاكل. وكمان كنت غاسله بقى كوبايه بس من الرز البلدي اللي بتاعنا، هغسلاه ومصفياه ومنزلته كده على البصل والفلفل الالوان، وقلبيهم كويس جدا مع بعض كده. وهنحط بقى شويه منكهات كده على الرز عشان يبقى طعمه حلو. حطيت مكعب مرقه وشويه قرفه وملح وفلفل اسود، وبس كده، ما حطيتش اي حاجه تانية. يا دوبك هنقلب بقى كويس جدا الرز مع كل المحتويات اللي حطيناها عليه لحد ما يتشمع معايا كده. وبعد كده اسقي الرز عادي خالص زي ما بتسقيه وبتسويه. يعني هنسقيه وخليه ان هو يستوي حوالي 3/4 سوا، ما تسويهوش على الاخر عشان ما يبقاش معجن جوه السمان، لا، انا بسويه 3/4 سوا. وبعد كده بشيله من على النار لحد ما ابدا ان انا احشي بقى بيه السمان. طيب، على بال ما الرز يستوي والسمان يتبل، تعالوا بقى نحضر الصينيه اللي انا هدخلها الفرن. الصينيه بتاعتي دي هحط في ارضيه الصينيه بتاعتي اي خضار متوفر عندك. انا كان عندي الكوسه، بدات ان انا اقطعها كده بعد ما طبعا قشرتها وغسلتها كويس قوي. والفلفل الالوان برضو قطعته، وكمان بصلايه كده او بصلتين متوسطتين يعني قطعيهم، وكمان شرايح طماطم كده. كل دي تتبيله او يعني خضار حلو قوي هيبقى تحت السمان وهيتاكل كمان. ابدأي ان انت بهري بقى الخضار ده كده. هنبدأ ان احنا نحط مثلا عليه فلفل اسود، عليه رشة كمون بسيطة، عليه معلقتين زيت، عليه ملح، عليه لو عايزة تحطي اي بهارات تانية حطي، مفيش اي مشكلة. وبدأت ان انا اقلبهم كده بايديا كويس جدا مع بعض. وتعالي بقى نشوف الرز بتاعنا بعد ما خلاص اخد ال3/4 السوا اللي انا قلت لكم عليه. بصوا ما شاء الله الرز مفلفل خالص، ولا معجن ولا اي حاجه. هبدا ان انا انزله كده في طبق، وهبدا ان انا افرده كويس جدا في الطبق علشان يبدا ان هو يبرد معايا، علشان يبقى سهل متاح بالنسبه لي ان انا امسكه بايديا وابدا ان انا احشي بيه السمان. كده خلاص الرز جاهز معايا. معنى كده ان انا هطلع بقى السمان بعد الساعتين لما قلت لكم. هنبدا ان احنا نطلع السمان كده، ونبدا ان احنا نحشي مع بعض. هنمسك بقى واحدة واحدة كده من السمان، وبمعلقة صغيرة هبدأ ان انا احط كده بالمعلقة الصغيرة كده، وادخل بظهر المعلقة
جوه السمانه لحد ما احس ان هي خلاص اتملت معايا. وبعد كده بقى انا مش هخيط هنا السمان ولا هستخدم خيط خالص، لا انا هكتفها. يعني هدخل كده الرجل الاولانيه في الفتحه اللي تحت دي زي ما انتم شايفين كده، بصوا دخلت بكل سهوله، وكمان الرجل التانية جنبها كده، وبس كده خلاص كده كتفتها كويس جدا. كده ما تقلقيش الرز مش هيطلع منها خالص زي ما انت شايفه كده. تعالوا نعمل كمان واحده كده قدامكم. وطبعا لما انت تشتري السمان طبعا قولي للي بينضف لك السمان يراعي حته ان هو يعني ما يقطعلكيش الجزء اللي تحت علشان يبقى سهل بالنسبه لك ان انت تكتفيه. يعني قولي له ده هيبقى حشو علشان يراعي لما يفتحها لك من تحت ما تبقاش مفتوحه جامد، وكمان يراعي الحته اللي انت بتكتفي منها السمان تبقى موجوده. طبعا دخلت الرز اهو زي ما انتم شايفين، وهكتفها بعد ما مليتها بالرز كده برضو نفس الموضوع. نكتفها بندخلها في الحته اللي تحت كده زي ما انتم شايفين كده، خلاص كتفتها اهو وخلاص تمام. اتحشت وحشينا كل الكميه. لو عايزه تحشي الزور احشيه، بس انا فضلت ان هو يكون من تحت بس كفايه قوي يعني. تعالوا بقى الخضار اللي انا جهزته معاكم اهو في الصينيه، نبدا نرص كده السمان بتاعي جنب بعضه كده كده تمام التمام. طبعا الفرن بتاعي شغال. هبدأ ان انا يا دوبك بقى احط يعني حوالي كوباية او نص كوباية، ما تحطوش مية كتير ولا حاجة، نص كوباية كده من المية هنحطها على حوالين السمان كده علشان بس الخضار ما ينشفش معايا ويتحرق من تحت. هو كده كده السمان هينزل ميته على الخضار وهيسويه. وبعد ما استوى بصوا ما شاء الله اللهم بارك، يعني طبعا بان عليه خالص ان هو استوى. خدوا بالكم احنا هنا ولا سلقنا سمان ولا حطيناه في ميه بقى ولا شوربه كتير ولا الكلام ده، لا يا دوبك ان احنا حطيناه بس في الفرن. عايزه تغطيه غطيه هيساعد برضه ان هو هيستوي كويس جدا. تعالي بقى علشان السمان بتاعي ياخد لون حلو من فوق كده، هبدأ ان انا اجيب معلقه زبده ومعلقه صلصه واقلبيهم على بعض كويس قوي، وبفرشه كده ادهني وش السمان بالصلصه والزبده البلدي. يا سلام بقى على احلى سمان هتاكليه. دخلي بقى تحت الشوايه كده هياخد اللون التحفه اللي انت شايفاه ده ما شاء الله يعني. طبعا باين على الخضار خالص ان هو استوى والسمان كمان استوى زي ما انت شايفه كده. تعالي بقى نحضر الطبق بتاعنا ونشوف هنحط السمان بتاعنا وهنجهزه ازاي. طبعا الرز اللي انا حشيت بيه السمان كان فاضل منه رز كتير، فقلت لا هنستغله برضو وهيتاكل جنب السمان بتاعي. حطيناه كده زي ما انتم شايفين في نص الطبق، وكمان حطيت في النص طبق كده علشان برضو ابدا ان انا احط الخضار اللي انا كنت حطاه تحت السمان. بصوا السمان ما شاء الله اديني رصيته اهو حوالين الرز، وبدات ان انا احط بقى من الخضار الكوسه اللي انا حطيتها دي ما شاء الله استوت واتشربت بقى كده من مرقه السمان، طعمه تحفه اللهم بارك يعني. بصوا الطبق بتاعنا ما شاء الله حلو جدا اللهم بارك. طبق ينفع في اي عزومة. هيشرفك جدا وكمان هيبسط ولادك جدا. دي حاجة عملتها وقلت ان انا اشارككم معايا فيها. دي كانت وصفتي النهاردة للسمان المشوي. اعمليه وجمدي قلبك وان شاء الله هيطلع نتيجته تحفة جدا. اتمنى لو الفيديو عجبك النهارده ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلك الفيديو اللي جاي ان شاء الله، واشوفكم على خير والسلام عليكم.